موبايلك اللي ناوي تشتريه ممكن يكون غلطة عمرك، لأن في موبايلات كتير سعرها ب 15 أو 16 ألف جنيه، لكن سعرها يستاهل أجل من كده بكتير. بعكس إن في موبايلات أرخص هتديك أداء وكاميرات ومميزات أفضل من أي موبايل تاني أعلى منه في سعره. ففي الفيديو ده نجيب لك الخلاصة بعد ما جربت السوق حرفيا، وأعرفك فيه أفضل الموبايلات اللي موجودة معانا من سعر 10000 جنيه لحد ال 17000 جنيه. وفي آخر الفيديو هقول لك تشتري إيه وما تشتريش إيه على حسب ميزانيتك أنت، وإن شاء الله تطلع من الفيديو ده وأنت محدد اختيارات. أول موبايل معانا هو الموتورولا جي 75. أول ما تمسكه في إيدك كده تحس إنه متين جدا، لأن خامات ظهره من البلاستيك او جلد السيليكون بوليمر، ده على حسب يعني النسخه اللي انت تشتريها. وكمان تحس ان ملمسه غريب شويه، ده غير انه جاي مقاوم للصدمات والميه والغبار بشهاده الاي بي 68. فموبايل زي ده ما يتخافش عليه لو وقع منك او نزل في ميه، لانه جاي بشهاده حمايه عاليه. ولما نروح للشاشه فهتلاقي الشاشه هنا جاي 6.7 انش 120 هرتز، بس للاسف هي اي بي اس ال سي دي. لكن كباقي مواصفات فهتلاقي مواصفات الموبايل ده قويه جدا عن باقي الموبايلات اللي احنا هنشوفها حتى لو اغلى منه. فالمهم بقى لو انت متعود على الشاشات السوبر اموليد والاموليد فهتحس ان الالوان هنا مش افضل حاجه، ده غير ان سطوعها هنا 1000 نيتس، فهتقدر تشوف شاشه الموبايل بصوره كويسه تحت اشعه الشمس. نروح بقى لنقطه الاداء، واللي هنلاقي فيها المعالج جاي من سناب دراجون 6 جين 3، وده اللي هيديك اداء محترم وبقوه في وسط الفئه دي. تقدر بقى تتصفح تيك توك، تصور، كل ده شغال معاك. ده غير ان المعالج جاي بمعماريه 4 نانو، فده هيكون موفر معاك في البطاريه. ولما نروح بعد كده للكاميرا فهتلاقي الكاميرا الخلفيه هنا 50 ميجا بكسل ومعاها مثبت بصري او اس، فهتلاقي لو انت بتصور فيديو ان الصوره ثابته معاك الى حد ما. ده غير انك عندك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل بتساعدك تاخد بقى الصور الجماعيه او المناظر الطبيعيه والكلام ده كله. والسيلفي عندك 16 ميجا بكسل وادائها كويس جدا، وكمان حلوه في الاضاءه الكويسه، بس في الليل مش هتاخد منها افضل صور. كمان برضو تصوير الفيديو بيوصل معاك لل 4K، وده كويس جدا في الفئه السعريه دي. ولما نروح للصوت فهتلاقي هنا السماعات جاي ستيريو، فهتاخد منها صوت نظيف. وبعد كده عندك البطاريه برضو كبيره 5000 ملي امبير، وبتدعم سرعه شحن سريعه 30 واط. ايوه هي مش اسرع حاجه، لكن الى حد ما في الفئه السعريه دي مقبوله. ده غير انك عندك الموبايل بيدعم الشحن العكسي بقوه 15 واط، ودي ميزه مش موجوده في موبايلات كتير بالسعر ده. وهتلاقي بقى عندك في الموبايل البصمه في الباور وادائها كويس معاك، بتفتح بسرعه. وكمان عندك الفيس اللوك مضمون، وعندك باقي المستشعرات اللي انت تحتاجها زي التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب. عيبه بس انه ما فيهوش مدخل 3.5 مللي بتاع سماعات الاذن، فهتضطر هنا انك تستخدم سماعات وايرلس. ولما نروح لسعره فانت ما عندكش منه غير نسخه واحده، واللي هي ال 256 مع 8 رام، ودي موجوده في مصر ضمان محلي بسعر 11700 جنيه. اما نفس النسخه في السعوديه فهي بسعر 700 ريال، ونفس النسخه في الامارات بسعر 700 درهم. ولما نروح لسعره بالدولار فلنفس النسخه برضو عامل حوالي 190 دولار. وانا بقول لك هنا السعر على حسب كذا دوله، وكمان بالدولار علشان لو انت في دوله انا ما قلتش عليها السعر بتاعها تقدر انك تاخد السعر بالدولار وتحسبه على حسب العمله بتاعتك، وهتعرف سعر الموبايل كام عندك. تاني موبايل معانا لو انت مش عايز حاجه من موتورولا فهتلاقي في وشك على طول السامسونج A36، وده لو انت حابب او متعود على سوفت وير سامسونج. فلو انت من الناس اللي بتحب تلعب على الامان يبقى السامسونج A36 افضل خيار ليك، لانك هتحس انك اول ما تمسكه كده انك شايل حاجه فخمه. ظهره طبعا من الجزاز، عليه حمايه من جوريلا فيكتاس بلس، وكمان الفريم بتاعه جاي من البلاستيك بس متين شويه، ومعاه مقاومه للميه بشهاده الاي بي 67. ولما نروح للشاشه هنا فحتما كده كده تاخد افضل شاشه في الفئه السعريه دي، وهي السوبر اموليد، وكمان مع 120 هرتز فول اتش دي بلس. فالشاشه طبعا ما فيهاش اي تنازلات، مع سطوع خرافي بيوصل ل 1900 نتس. هي مش 1900 نتس فعلي، لكن في بعض حالات الاضاءه القويه بتوصل معاك ل 1900 نتس فعلا، فهتقدر تشوف شاشه الموبايل مهما كان مصدر الاضاءه اللي انت موجود فيه. اما لما نروح للمعالج فهنلاقي نفس المعالج اللي موجود في الموتورولا، وهو السناب دراجون 6 جين 3 بالمعماريه ال4 نانو، بس هنا سوفت وير سامسونج اخف برضه شويه مع اندرويد 15 اللي بيخليه مستقر اكتر وسلس. وكاداء عموما فالمعالج مش هيقصر معاك في استخدامك اليومي، او حتى لو كان استخدامك تقيل بتصور او بتلعب، فكاداء مع السوفت وير بتاع سامسونج فهتاخد قيمه فعلا مقابل سعر من حيث المعالج. ولما نروح للكاميرات فانت عندك الكاميرا الاساسيه طبعا 50 ميجا بكسل، ودي برضه بتدعم المثبت البصري، مع كاميرا ثانيه برضه الترا وايد 8 ميجا بكسل، وهما الاثنين ادائهم وتصويرهم حلو جدا خصوصا في النهار. والكاميرا سيلفي 12 ميجا بكسل بتطلع صور بكواليتي نظيفه، ده غير انك برضه بتصور فيديوهات لحد ال 4K. ومن حيث تجربه الصوت فهتاخد برضه سماعات ستيريو مش هتقصر معاك اطلاقا، وهتستمتع بتجربه الصوت على الموبايل ده. ولما نروح للبطاريه فهتلاقيها على طول 5000 ملي امبير، وبتدعم سرعه شحن بقوه 45 واط. في تطور هنا شويه في سرعه الشحن عن الموبايل اللي فات اللي كان 30 واط، وهنا الاي 36 تقريبا بيشحن لك 65% في نص ساعه، فدي حاجه كويسه جدا خصوصا من سامسونج، لان احنا كنا متعودين على 25 واط بس. واخيرا بقى لو انت بتحب الضمان بتاع سامسونج، ودي الحاجه اللي فعلا سامسونج مركز عليها، وهي انك عندك هنا الموبايل بيدعم تحديثات وضمان لمده 6 سنين، فانت معاك موبايل حرفيا بمواصفات وامكانيات كويسه يعيش معاك لسنين قدام، لو انت حابب انك ما تصدعش دماغك وكل شويه تفكر في انك تشتري موبايل جديد. العيب اللي انت ممكن ما تحسهوش قوي او ممكن تلاحظه
هو ان الشبكات مش احسن حاجه فيه مقارنه ببعض المنافسين الموجودين في سعره. ولما نروح للاسعار فانت عندك النسخه اللي انا هقولها لك في مصر هنا فدي ضمان محلي، وعندك منه هنا نسختين ال 128 مع 8 رام وده بسعر 15400 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 رام وده بسعر 17100 جنيه. وبالنسبه لنفس النسخ في السعوديه النسخه ال 128 و8 بسعر 1000 ريال، والنسخه ال 256 و8 بسعر 1150 ريال. اما في الامارات فانت عندك برضو نفس النسخه ال 128 مع 8 بسعر 950 درهم، والنسخه ال 256 مع 8 بسعر 1050 درهم. ولو هنحسبها بالدولار فانت عندك برضو النسخه ال 128 و8 في حدود ال 265 دولار او 270 دولار، والنسخه ال 256 مع 8 في حدود ال 310 دولار. لما نروح بعد كده لثالث موبايل معانا وهو الريلمي بي 1 برو. الريلمي هنا هتلاقيها شياكه اكتر عن الموتورولا والسامسونج من حيث طبعا مظهر الكاميرات والديزاين ككل. ولما نروح للشاشه فهتلاقي الشاشه هنا اموليد وجاي طبعا كيرف وشكلها تحفه جدا، وحجمها 6.7 انش 120 هرتز، والسطوع بتاعها بيوصل ل 950 نتس، مش اعلى حاجه لكن تقدر تشوف الشاشه كويس جدا تحت ظروف الاضاءه القويه. والمعالج هنا سناب دراجون 6 جين 1 وده اقل حاجات بسيطه من الجين 3، بس الاداء شبه متقارب في الاستخدام العادي، مش هتحس الاختلاف الواو في الاداء ككل يعني، فيقدم معاك من الاخر استخدامك اليومي تصوير اذا كنت بتشتغل عليه، فمش هتواجه معاه مشاكل او مش هتحس انه قصر معاك في ادائه. هو بس مش بيدعم كارت ميموري وكمان ما فيهوش NFC. والكاميرا بتاعته كويسه جدا، الكاميرا الاولى الاساسيه 50 ميجا بكسل وده برضه بتدعم المثبت البصري، وجايب مستشعر من سوني الاي ام اكس 882 مع كاميرا ثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل، تقدر طبعا تصور تصوير ثابت بفضل الاو اي اس بالوان كويسه جدا، والفيديوهات برضه بتقدر تصور معاك لحد 4K. ولما نروح للبطاريه فهتلاقي البطاريه 5000 ملي امبير مع شحن سريع برضه ل 45 واط، بعكس سامسونج اللي العلبه بتاعتها فاضيه. انا ما قلتش الكلام ده في سامسونج بس انا بنبهك ان العلبه بتاعتها فاضيه ما فيهاش غير الموبايل، ومش موجود في العلبه ولا راس الشاحن ولا الجراب ولا السكرين. المهم ان البطاريه هنا سرعتها كويسه برضه وبيكمل معاك اليوم مستريح، وكمان برضه عندك السماعات بتاعته جايه ستيريو، والبصمه هنا جايه في الشاشه وادائها كويس. ومن حيث باقي المستشعرات فانت عندك كل المستشعرات اللي انت تحتاجها، وكمان عندك برضه مايك عازل للدوشه. ولما نتكلم عن سعره في مصر فانت عندك هنا منه نسختين، النسخه الاولى ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 16800 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 12 رام ودي بسعر 17500 جنيه. وسعره بالدولار لنسخه ال 256 مع 8 رام فده بيوصل ل 340 دولار، وكمان لنسخه ال 256 مع 12 رام فدي بتوصل ل 360 دولار. الموبايل اللي معانا بعد كده من شاومي وهو الريدمي نوت 14 برو، والشاشه اموليد جايه كيرف حلو جدا، والسطوع بتاعها بيوصل لحد 1500 نتس مع حمايه من جوريلا فيكتاس 2. فلما نروح بس نشوف المعالج بتاعه هتلاقيه جاي من الهيليو جي 100 الترا، وده اداء كويس جدا مع الاستخدام العادي او اقوى من العادي بشويه، بس هو مش افضل حاجه في الالعاب الثقيله. والمميز برضو في الموبايل ده شويه انه جايب منفذ 3.5 مللي وكمان بيدعم مدخل كارت ميموري، والبطاريه بتاعته كبيره هنا 5500 ملي امبير مع شاحن سريع 45 واط. ولما نرجع تاني للكاميرا فانت عندك بعد الكاميرا ال 200 ميجا بكسل كاميرا ثانيه اللي هي ال 8 ميجا بكسل ودي الخاصه بالالترا وايد، والكاميرا الاخيره 2 ميجا بكسل ودي الخاصه بالماكرو، واخيرا عندك الكاميرا السيلفي ودي 32 ميجا بكسل ودي ادائها كويس جدا خصوصا في الاضاءه القويه. بس المختلف هنا شويه عن الموبايلات اللي احنا اتكلمنا عنها وهو ان الموبايل بيدعم تصوير فيديوهات فول اتش دي بس لكن مش 4K، فدي حاجه ممكن تحبها او ما تحبهاش، فدي انت تحددها لو انت بتحب تصور فيديوهات كتير. وعندك بقى السماعات جاي ستيريو، وعندك برضو مايك عازل للدوشه، وكل المستشعرات اللي انت هتحتاجها، بس عندك مستشعر القرب بس اللي جاي سوفت وير، وباقي المستشعرات جايه هاردوير، وكمان عندك البصمه جايه مدمجه في الشاشه. ولما نروح للاسعار بتاعته فانت عندك منه نسختين في مصر، النسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 14300 جنيه، والنسخه 512 مع 12 رام ودي بسعر 17300 جنيه، والنسختين ضمان محلي. اما برضو لو هنتكلم على نفس الاسعار في الامارات فانت عندك النسخه برضو 256 مع 8 رام ودي بسعر 750 درهم، والنسخه 512 مع 12 رام ودي بسعر 900 درهم. ولو عن سعره بالدولار فانت عندك النسخه 256 مع 8 فدي بتوصل لل 205 دولار، اما النسخه 512 مع 12 رام فدي بتوصل لل 250 دولار. الموبايل اللي معانا بعد كده وهو الفيفو في 50 لايت 5G، ده حرفيا اقوى بطاريه في الفيديو كله. البطاريه بتاعته 6500 ملي امبير مع سرعه شحن خرافيه بتوصل معاك ل 90 واط، فانت لو عايز موبايل تشحنه مره وتعيش بيه باقي اليوم فارشح لك طبعا الموبايل ده وبقوه، مع انه برضه امكانياته قيمه فعلا مقابل سعر، وده لان الديزاين بتاعه مختلف شويه عن الموبايلات اللي احنا شفناها. كمان برضه عندك الفلاش او الليد اللي بيخدمك وانت بتصور صور او بتصور فيديوهات، فده طبعا بيعزز تفاصيل الصوره خاصه في الليل بفضل اضاءه الليد اللي موجود تحت الكاميرات ده. كمان الموبايل جاي مطارد للميه والغبار بشهاده الاي بي 65، ودي شهاده كويسه. هو ايوه مش مقاوم بنسبه كبيره للميه والكلام ده، لكن الى حد ما يستحمل معاك لو نزل منك في ميه او وقع منك، فلا مفيش مشاكل في ده كله. المهم انك عندك الشاشه هنا جايه اموليد 120 هرتز فول اتش دي بلس، ومساحتها 6.7 انش، ومعدل السطوع بتاعه بيوصل ل 1800 نتس
هي مش فعليه 1800 نتس، لكن بتوصل مثلا معاك ل 1300 1400 في الحدود دي. لكن برضه في كل الحالات بتقدر تشوف شاشه الموبايل كويس جدا تحت اشعه الشمس. ولما نروح للمعالج هنا نلاقيه من ميديا تك دايمنسيتي 6300، وده كويس جدا في الاستخدام اليومي، بس مش اقوى ولا افضل حاجه في الالعاب. فده مناسب معاك لو انت استخدامك خفيف او متوسط، بتعتمد على الموبايل كسوشيال ميديا وكتصوير والكلام ده كله. لكن كالعاب تقيله بقى بابجي وكول اوف ديوتي هيلعب معاك، لكن مش هيكون الافضل في الفئه السعريه. لكن يعني في افضل منه بكتير في الفئه السعريه دي. لكن الموبايل ده تحس انه مسيطر شويه في البطاريه وسرعه الشحن، لكن كباقي المواصفات فهو حطها لك ملائمه، ما تكونش اسوأ ولا افضل حاجه. ولما نروح للكاميرات الخلفيه، فانت عندك الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، وده طبعا جايبه مثبت بصري، وكمان مع كاميرا تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل، وده بجانب الليد اللي هيطلع لك اضاءه تعتمد عليها خاصه في التصوير في الليل، ومهما كان هتاخد صور حلوه جدا. بس للاسف انت عندك تصوير الفيديو فول اتش دي بس مش 4K. ولما نروح للكاميرا الاماميه، فانت عندك الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل، وده هتاخد منها تفاصيل وكواليتي كويسه جدا. وكمان في المستشعرات اللي انت هتحتاجها، تسارع وقرب وبوصله جيروسكوب، كل ده موجود. وعندك كمان NFC. الموبايل بيدعم معاك شحن عكسي 6 واط، بس ده سرعه شحن بطيئه جدا، فما انصحكش انك تشحن بيه شحن عكسي. وعيوبه بس انه مش بيدعم تركيب كارت ميموري، ولا كمان في منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الاذن. والمعالج مش افضل حاجه في الالعاب الثقيله زي ما قلت لك. واخر حاجه معانا وهي ان سماعاته جايه ستيريو، هتاخد منها صوت كويس، والصوت بتاعه بيوصل ل 400% عن المعدل العادي، فتاخد منه صوت عالي جدا. لكن ما انصحكش انك تعلي في الصوت اوفر يعني، لان مهما كان كل ما بتعلي في الصوت فده بيتضخم معاك. لكن انت عندك اوبشن انك تعلي زياده عن اللزوم، ودي انت ممكن تعتبرها ميزه او عيب. ففي كل الحالات هي موجوده عندك، وانت تقدر تستخدمها على حسب بقى استخدامك انت. ولما نروح للاسعار بتاعته، فانت ما عندكش غير نسخه واحده بس موجوده منه في مصر، واللي هي ال 256 مع 12 رام، وده بسعر 15500 جنيه، ودي جايه ضمان محلي. اما نفس النسخه في السعوديه فدي بسعر 1200 ريال، ونفس النسخه في الامارات فدي بسعر 1100 درهم، ونفس النسخه بالدولار ففي حدود ال 300 او 310 دولار. فلحد هنا كنا رشحت لك افضل الموبايلات اللي موجوده معانا من سعر 10000 لحد 17000 جنيه. فدلوقتي هقول لك على الخلاصه، كل موبايل بيهتم بايه. لو انت مهتم بالموبايل ده فتشتريه على حسب اهتمامك انت. لو انت عايز موبايل حمايه اكتر بقى يجع منك او ينزل منك في ميه والكلام ده كله، فطبعا ارشح لك الموتورولا جي 75، فهو متميز في الحته دي. اما بقى لو عايز شاشه سوبر اموليد وضمان وتحديثات اكتر، فارشح لك طبعا وبقوه سامسونج اي 36، هيكون افضل وانسب خيار ليك، لان ده موبايل هيعيش معاك لسنين قدام من غير ما تفكر انك تشتري موبايل جديد فيما بعد. ولو عايز طبعا اقوى بطاريه واقوى سرعه شحن، فطبعا مفيش كلام مفيش نقاش غير انك تروح على طول للفيفو في 50 لايت، وده هيكون افضل خيار ليك مع امكانيات برضو بتاعته مش افضل حاجه، لكن هتكون ملائمه لو انت استخدامك خفيف او متوسط ومش بتلعب العاب تقيله. اما لو هدفك كاميرا وتفاصيل اكتر في الكاميرات والتصوير بتاعها والكلام ده كله، فارشح لك هنا الشاومي او الريدمي نوت 14 برو 4G. اما بقى لو انت عايز حاجه موازنه للكل، واخد ديزاين كويس، وكمان واخد كاميرات كويسه، وبطاريه برضو مش اسوأ حاجه، والاداء بتاعه متميز يستحمل معاك العاب او برامج او استخدام تقيل عموما، فارشح لك الريلمي بي 1 برو. واخيرا هرجع ارشح لك موبايل تاني اللي لسه متكلم عنه، وده هيديك افضل قيمه مقابل سعر، وهو الموتورولا جي 75. وخلي بالك الموبايل ده هيغلى الفتره الجايه، فانا بقول لك من دلوقتي لو انت حابب انك تشتري موبايل بالمواصفات دي، لان بصراحه انت عندك سناب دراجون 6 جين 3، فنفس المعالج ده اصلا موجود في موبايلات اغلى منه، وانا برضه رشحتها لك في الفيديو. وكمان هتاخد كاميرا كويسه مش اسوأ حاجه، مع بطاريه مع سرعه شحن 30 واط، وكل ده بسعر 11700 جنيه. فكقيمه مقابل سعر، فمن غير نقاش ارشح لك الموتورولا، لان انا متاكد الموبايل ده هيغلى الفتره الجايه، وده بسبب ان عليه اقبال كبير. فعرفني دلوقتي تحت في الكومنتات ميزانيتك كام، وانا هبدا ارشح لك موبايل يناسب ميزانيتك على طول وبافضل الامكانيات كقيمه مقابل سعر. واخيرا انا متاكد انك طلعت من الفيديو ده مستفاد، فما تنساش طبعا انك تشترك في القناه وتشوف الفيديوهات الجايه اكيد، وتفعل الجرس علشان توصل لك دايما الفيديوهات اول باول، وطبعا اللايك المتين بتاعك، واشوفك الترشيح الجاي. سلام.